السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده ان شاء الله هلملكوا كده كل جزئيه الجرامر الخاصه بجريد 3 الصف الثالث الابتدائي منهج كونكت بلس. انا حبيت المره دي او النهارده بالذات ان انا اول حاجه ابدا بيها في الريفيجن دي ريفيجن كده للفيرست تيرم لكل الجرامر اللي كان موجود معانا في الفيرست تيرم في الترم الاول. اول سؤال حبيت ابدا بيه هو سؤال الريرايت. يمكن ده اكتر سؤال لما الولاد بتشوفه بتتخض شوية، وانا شايفة برضو ان الفيديو ده مناسب لاي حد، يعني مثلا جريد 3 معانا وطالع، مثلا جريد 4 جريد 5 كده الجرامر بتاعنا بيكون متكرر بيتكرر معانا. اي حد عنده مشكلة في جزء ريرايت يتابع معايا الفيديو ده وهعلمكم ازاي اصلا تحلوا السؤال. يعني جزء ريرايت ده مش شرط الاسئلة اللي بحلها معاكم دلوقتي مثلا تجيلكم في الامتحان، انما عامة في الغالب لما اشوف سؤال الريرايت اعمل معاه ايه او احله ازاي. ما تنسوش بس قبل ما نبدأ الفيديو لايك للفيديو وشير كتير للفيديو مع اصحابكم. اي حد عنده مشكلة في جزء الريرايت سواء جريد 3 جريد 4 جريد 5 الفيديو ده مهم جدا. طيب سؤال الريرايت بيقول لي rewrite the following sentences. في نمبر 1 بيقول لي yes she will throw the ball. اول حاجة بروح على البراكتس او بين القوسين بشوف هو مديني ايه. هنا مديني will ومديني question mark. اوكي، معنى كده ان هو عايز سؤال. ممكن كمان على فكرة ما يدينيش الكويستشن مارك ولكن يكتب لي ال WD كابيتال يعني كبيرة كده، اعرف ان هو عايزني ابدأ بيها. طالما عايزني ابدأ بيها يبقى هو عايز question، عايز سؤال حتى لو مش مديني الكويستشن مارك. اوكي طيب ده سهل جدا. بعمل ايه مس مروة؟ بعمل كروس على yes، ببدأ will ال W كابيتال. اوكي بروح ابص عندي على السبجكت بينزل معايا زي ما هو ما عدا الاي. اوكي بتتحول ليو هتبقى will she. هنا عندي الفيرب زي ما هو infinitive بنزله هو كمان infinitive. will she throw the ball. في ولاد بيعملوا كده ويقولوا يا ميس احنا حلينا صح، ازاي نقصنا نص درجة؟ عارفين بتنقصوا نص درجة ليه؟ عشان انتوا بتنسوا تعملوا الكويستشن مارك أداة الاستفهام. Number 2 they go to school by bus. هنا بيقول لي next week. على طول طالما عندي next اعرف ان هو بيتكلم على الفيوتشر، بيتكلم على المستقبل. قبل ما انسى اكتب فوق next كده، اسهل حاجة اكتب will. اوكي والاحسن اكتب will plus infinitive. ليه بكتب infinitive؟ عشان ما انساش ان بعد will بيجي عندي الانفينيتيف. انا هنا من حظي الحلو ان اصلا they بيجي معاها الانفينيتيف في البريزنت سامبل. طيب كان محتاج مني شغل امتى؟ مثلا لو هو عاطيني شي جوز كنت هشيل الاي اس وانزل جو بس الانفينيتيف. اوكي ولكن هنا من حظي الحلو ان اصلا الفيرب جاهز بالنسبه لي انفينيتيف. يبقى هقول they will go to school وبكمل الجملة زي ما هي، باخد باي باص. اوكي بزود بس في الاخر next week. خلصت السنتنس بتاعتي بكتب الفول ستوب. Number 3 will you come tomorrow. will you come tomorrow هنا عندي future sample. مجرد بس هو عايزني اجاوب على السؤال بنو، بعمل نو منساش الكوما. اوكي هنا عندي اليو بتنزل عندي اي او بتتحول لاي. طالما عندي نو وبسأل بول يبقى على طول no I won't. no I won't. Number 4 will help my mother. هنا بيسأل بال WH word، بيسأل بوات. طالما بسأل ب WH word مين هما؟ اللي هما what where when why how وهكذا. طيب اي اداة استفهام من دول لازم بشيل الاجابة بتاعتي من السنتنس الاول، الحاجة اللي هو بيسأل عليها. will help my mother سوف اساعد مامتي. بسأل عن مين؟ هنا الاجابة بتاعتي لازم اشيلها my mother. هقول what will you help. اوكي وعندي هنا question mark. what will you help؟ انت هتساعد مين؟ what will you help؟ اوكي
والسؤال نمبر 4 هو المفروض اصلا ما يبدأش هنا عندي بويل، ده هنا مش question مش سؤال. المفروض مثلا هنا في عندي I will help my mother، عشان لما اجي اكون السؤال هقول what will you help، يبقى انا هنا عندي I حولتها ليو في الquestion. اوكي. نمبر 5 he is able to come first. لازم تبقوا عارفين ان able to معناها قادر على، قادر على. هنا عايزني استخدم كان معناها يستطيع، هقول he can come first. هو يقدر يجي الأول أو يستطيع إن هو يجي الأول. he can come first. ما تتلخبطوش في able to دي معناها قادر على، هي the same meaning as can، يعني هي نفس المعنى بتاع كان. number 6 can you do your homework. can you do your homework دي سهلة، السؤال ب yes or no ده سهل جدا. هقول yes، مش عايزين ننسى الكوما. هنا عندي اليو تتحول ل I yes I can. اوكي. هنا عندي في number 7 cheetah is faster than any animal. اي حد عنده مشكلة في الكومباريزن في المقارنة يركز معايا في الجزء ده، لان انا عندي في الكومباريزن في المقارنة ساعات بيلعب بالمينينج، ساعات بيلعب في المعنى، ساعات بتيجي مباشرة وساعات بتيجي غير مباشرة. في number 7 بيقول لي cheetah is faster than، cheetah is faster than أسرع من any animal أي حيوان. يبقى مين هو the fastest، مين هو أسرع واحد عندي؟ اللي cheetah. همشي بنفس الترتيب بتاع الجملة اللي مديهالي، هقول cheetah is the fastest animal. اوكي. fastest animal دي بالنسبة لي ما فيهاش مشكلة، يعني ما فيهاش تلاعب بالمينينج شوية، بالنسبة لي مباشرة. طيب اجي عند number 8 دي بقى اللي عايز تركيز شوية منكم. هاجي هنا في number 8 بيقول لي no boy، يعني ما فيش ولا ولد in the class في الفصل is taller than Jake. يبقى مين أطول واحد عندي؟ ما فيش ولا واحد أطول منه، يبقى مين أطول واحد عندي؟ جيك. هقول Jake is، ما ننساش الverb to be، is the tallest boy in the class. اوكي. وهنا عندي ال question mark، وهنا عندي ال full stop. number 9 winter فصل الشتاء is colder than summer، بيكون أسقع من الصيف. دي سهلة، هو هنا عايزني استخدم hotter. هنا بقلب بقى خلاص، هبدأ هنا عندي بسمر فصل الصيف، ومنساش verb to be is hotter than، منساش than winter. اوكي. دي بالنسبة لي برضو مباشرة. number 10 rabbits are faster than turtles. الرابتس الأرانب أسرع من مين؟ من التيرتلز، من السلاحف. اوكي. هنا عطيني slower، هو مجرد بس بيديني الأوبوزيت العكس بتاعها، فأنا بشقلبها وباخد الحاجة الأخيرة أو النون الأخيرة عندي في الجملة ببدأ بيه. بس هنا لما هاجي هكتب turtles هعمل التي كابيتال عشان بداية السنتنس. اوكي. هكتب turtles are، منساش الverb to be، are slower. طالما عندي er اجري على طول بعديها than. ابطأ من مين؟ هنا عندي الرابتس. هنا عندي الرابتس خلاص، طالما جت في نص الجملة كده او في النص خلاص بعمل الار small. 11 I never play tennis. I never play tennis. أنا عمري ما لعبت التنس. how often معناها ايه؟ how often معناها كم عدد المرات، زي how many كده، ولكن how often ينفع أجاوب عليها ب never، ب sometimes، ب usually، often، وهكذا. ينفع أجاوب عليها مش مثلا أقول 3 times 4 times 5 times، ينفع أجاوب عليها ب words، بكلمات اللي هي الكي word بتاعت ال present simple، usually، often، sometimes. اوكي. بقول I never play tennis. أول حاجة بكتبها how often، كم عدد المرات. how often لازم يجي بعديها يا do يا does، يا do يا does. أنا هنا عندي I، يعني هتتحول لإيه؟ هتتحول ليو. طب يو دي هتاخد إيه؟
هتاخد do. لو هي لفة بالنسبة لكم الأول اكتبوا السبجكت زي ما أنا كتبته كده، وبعد كده شوفوا السبجكت ده بياخد do ولا بياخد does. هتبقى how often do you play tennis. اوكي، ومنساش الquestion mark. خلي بالكوا لو أنا هنا عندي she كانت هتبقى plays. اوكي، لما هنزل اكتبها فوق سواء كتبت how often does كنت برضو هكتب play هنا infinitive. خلي بالكوا لو حب يصعبها شوية هيجيب لكم مثلا السنجولر اللي هو الهي او الشي او الات، وهيزود لكم اس في الفيرب عشان لما تطلعوا تعملوا السؤال لازم طالما do و does في السؤال عندي لازم الفيرب هيكون infinitive. ففي الحالة دي انا كنت هشيل الاس. سامي drinks coffee. أشوف الجملة اللي عندي ده في زمن إيه؟ أنا هنا عندي في زمن ال present simple المضارع البسيط، عشان أعرف أنا هنفي بإيه. أقول في دماغي ده أنا في ال present simple بنفي بحاجتين، يا إما بنفي ب don't يا إما بنفي ب doesn't. أوكي؟ don't بتيجي مع ال I وال you وال we وال they، و doesn't بتيجي مع ال he وال she وال it. أراجع كده الأول، أروح أبص عندي على السبجكت، عندي سامي يعني هو هي. أوكي، أعرف إن أنا تبع مين؟ أنا تبع doesn't. هكتب سامي الاس كابيتال. أوكي، هيجي بعديها doesn't. قبل ما أكتب الفيرب هقول لنفسي stop. أنا لازم بعد don't وبعد doesn't يكون عندي الفيرب فين؟ في الانفينيتيف. معنى كده إن أنا هشيل الاس اللي في drinks، هتبقى سامي doesn't drink coffee. اوكي، محدش ينسى ان after doesn't و after don't بيجي عندي الverb في الانفينيتيف. دايما doesn't و don't كده انا دايما بقول لهم ان هي ماسكه عصايه في ايديها، لو شافت ان في اس بعديها على طول بتضربك على ايدك. محدش يكتب بعد doesn't و don't الverb plus s، لازم الverb after doesn't و don't يكون infinitive. طب يا ميس مروه هو يعني ايه infinitive؟ اوكي، يعني ايه الverb في المصدر؟ يعني ولا في اس ولا في اي دي ولا هو اصلا past simple. ما ممكن يكون ما فيهوش اي دي بس هو past simple. يعني مثلا irregular زي went مثلا ما فيهوش ing. اوكي، 13 she learns French. هنا عايزني ابدا بزي، مجرد بس اللي انا بغير السبجكت. خلي بالكوا طالما بتغيروا السبجكت يبقى اكيد في جزء في الفيرب كده هيحصل فيه تغيير. هنا عندي they، انا هنا عندي learns كان فيها s عشان كان عندي she، انما they في ال present simple بتاخد الفيرب في الانفينيتيف. اوكي، يبقى انا هشيل الاس هتبقى they learn French. اوكي، وفول ستوب. number 14 he goes to school by bus. how معناها كيف، بتسأل عن الوسيلة اللي هو بيروح بيها للسكول. أي أداة استفهام أنا بسأل بيها لازم بروح أشطب من الجملة اللي عندي الإجابة، ما ينفعش أقول السؤال والإجابة في نفس الوقت. أوكي، يعني لو عندي سؤال بيبدأ بوات أو بيبدأ بهاو أو بيبدأ بوير بيسأل عن مكان أو بيبدأ مثلا بوين بيسأل عن تايم، لازم بدخل الأول على السنتنس واشطب الإجابة. هنا بيقول لي he goes to school by bus، هنا مين اللي هتمشي من عندي؟ by bus. اوكي، هنا هبدأ بهاو لازم يجي بعديها يا do يا does. طيب هنا عندي السبجكت he، هقول how، مين اللي بيجي مع he do ولا does؟ هتبقى does. how does he. خدوا بالكوا هنا عندي goes بس طالما عندي do أو does في السؤال لازم يكون عندي الverb في الانفينيتيف، هتبقى how does he go to school. هل أنسى الكويستشن مارك وأنقص عليها نص درجة؟ لا طبعا، أنا خلصت السؤال بجري على طول أختم الكويستشن بتاعي بكويستشن مارك. هتبقى how does he go to school. ولازم في الامتحان بعد ما بتخلصوا السؤال بتقروه مرة واثنين وثلاثة. وارد وانتوا بتراجعوا مثلا تكونوا كاتبين how do he فتفتكروا لأ دي he بتاخد does فزود عليها es، هتبقى how does he go to school.
اوكي، انا كده بالنسبه لي ده الجزء الاول من الريرايت، مش عايز اطول عليكم الفيديو. ان شاء الله في فيديو تاني بعد ده هنزل لكم برده في ريفيجن جرامر جزء ريرايت لجريد 3 منهج كونكت بلس الفيرست ترم، الترم الاول. ما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، ولو عندكم اي استفسار اكتبولي في الكومنتس وانا هرد عليكم. وشكرا حبايبي، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد.